النادي الأهلي يتعادل مجددا مع سيراميكا كليوباترا 1-1. طبعا مسلسل الموسمين اللي فاتوا بيستمر، تعادل جديد وحرقة دم الجمهور الأهلي، وحرقة أعصاب، وضيع فرص وظلم تحكيمي. كل حاجة في الماتش بتتعمل في بطولة الأهلي. لما كان الواحد كره الواحد إن هو يتفرج على بطولة الأهلي أساسا. الأهلي النهارده طبعا بدأ بمحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني وديانج وحمدي فتحي وبرونو سافيو وقفشه والشحات وشادي حسين. طبعا كولر عمل 4 تغييرات على ماتش سموحه. والحقيقه ان النادي الاهلي في الشوط الاولاني كان مستحوذ وضيع وراح في الفرص، كانت الاداء احسن من ماتش سموحه. لكن طبعا في اخر الشوط الاولاني كوره ضربه ركنيه. وطبعا بنحيي طبعا كابتن احمد سامي ان هو كان لاعب ضربه ركنيه، وهو عارف كويس ان هو ان هو لاعبها ناحيه محمد هاني، ناحيه نقطه الضعف بتاعت النادي الاهلي اساسا. طبعا كابتن محمد الشناوي مش عارف هو كان بيعمل ايه في الكوره اساسا. طبعا ده كابتن منتخب مصر، طبعا ما نقدرش نتكلم عليه ولا يتنقد ولا ان هو يقعد احتياطي حتى اساسا. تمام. فدي بالنسبه للشوط الاولاني. انتهى الشوط الاولاني 1-0 لسيراميكا. الشوط الثاني الاهلي برضو الاستحواذ، واتيحت للاهلي فرص، ولكن محمد بسام بيتصدى ليها. الراجل فعلا محمد بسام موفق على النادي الاهلي، موفق بطريقه كبيره يعني. لحد الدقيقه 65 طبعا كولر ما غير شادي حسين ونزل محمد شريف، وطلع حمدي فتحي ونزل كريم فؤاد. لعيبه الاهلي حاولت انها تجيب هدف التعادل، لكن الوقت عمال يمر لحد الدقيقه 79. محمد شكري ضرب كريم فؤاد في منطقه الجزاء، وهو ابراهيم نور الدين طبعا ما شافش حاجه، ولا بيشوف ولا بيعمل ولا بيشوف اي حاجه اساسا في الماتش. لحد ما الفار قال له ايه، قال له احسب في ضربه جزاء. حسب ضربه الجزاء، علي معلول جابها، وكان محمد بسام كان هيجيبها اساسا. فضل الاهلي بيحاول ان يجيب الهدف الثاني. وبالمناسبه سيراميكا كليوباترا لو عنده سرعات في المنطقه الاماميه، كان الماتش ده خلص ب3 نقط لسيراميكا. لكن هو ارتضى بان هو يرجع لورا لحد ما عايز النقطه. بيقول لك النقطه احسن من لا شيء. وفضلت الماتش طبعا الوقت الضايع اكتر من 5 دقايق، حسب 5 دقايق، وفضل الوقت لحد ما انتهى الوقت. وانتهى اللقاء بتعادل الاهلي 1-1. في كام نقطه بس حابب ان انا اتكلم عليهم. اولا الكره اللي اتلغت لبرونو سافيو اللي اتحسبت اوفسايد. مين اللي بيرسم الخطوط بتاعه الفار؟ الفار هو اللي بيرسمها، ولا الكابتن الحكم اللي هو قاعد عند الفار هو اللي بيرسم؟ ده راسم الخط في بطن علي معلول. لا، القصه انا الواحد مش فاهم القصه ماشيه ازاي. الحاجات دي ما بتحصلش الا مع الاهلي بس. والبين اللي اتحسب ابراهيم الدين ما شافوش، وراح الفار راح قال لك بيلين واتحسب والاهلي جاب. وفي بيلين تاني للاهلي اللي هو الكره بتاعت علي معلول، لكن الحكم ولا رجع للفار ولا شاف ولا الكلام ده كله. في العلم ان في فرق تانية بيستنوا لها اي فرصه ان هم يقعوا في بس منطقه الجزاء. دي كده بالنسبه للنقطه دي. النادي الاهلي طبعا في شويه لعيبه يعني ربنا يرحمنا منهم. ونشوف القصه هتمشي ازاي، ويا ريت لجنه الكره تقوم بتتابع الدنيا ماشيه ازاي، لان بجد جمهور الاهلي تعب. جمهور الاهلي تعب بقاله موسمين في الدوري المصري بحرق الدم، نفس السيناريو الاهلي يكسب كام ماتش ده على التوالي، وبعد كده يفقد نقط في مطوشه هو المستحوذ فيها، ويضيع نقط بالعبط يعني. وطبعا بكره نادي الزمالك هيكسب وهيبقى الاول على الدوري، ونفس السيناريو العيد تاني، وانت هتبقى مضغوط وهيتأجل لك ماتش عشان كاس العالم للانديه، والزمالك هيلعب هيفرق عنك بنقط. والعب انت وضيع نقط واضغط وهيضغطوك في الدوري وهيضغطوك في افريقيا، وهتبقى القصه كلها معروفه. وموسم ثالث زي الموسمين اللي فاتوا. النهارده كولر في المؤتمر الصحفي قال اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليه في الفيديو السابق. اتكلم في المؤتمر الصحفي، بيقول احنا بنلعب كرة احسن ما بنلعب من ملعب السلام. تمام. يعني معنى الكلام اللي انا بقوله ده انه كولر فعلا الملعب، لانه النهارده الاهلي كان في فرص اتاحت ليه. وماتش سموحه زي اللي انا كنت قلت لكم ان لما الفرق بتتكتل في الورا وما بيعرفوش يتصرفوا لعيبه الاهلي، وكان طبعا ده كله ده بسبب ان ما فيش مسانده من خط النص، ما فيش مسانده من صانع الالعاب، ما فيش حد بيشوط في النادي الاهلي اساسا.
مفيش حد بيشوط. الكور العرضيه ما حدش بيرفع كور عرضيه غير علي معلول. محمد هاني بيجي الكوره بيجي يجري بيها، والله العظيم ما يعرف هو عايز يعمل ايه، بيجري بيها وخلاص، لا عارف يباصي ولا عارف يرفع ولا عارف يشوط. الكوره اللي عايزه تترفع يشوطها ويشوطها بره، الكوره اللي عايزه تتباصي يباصي غلط. بجد الواحد خلاص تعب من اللعيبه. وعلى فكره المشكله لا في كولر، لا هي في كولر، ولا في سواريز، ولا في فايلر، ولا في موسيماني. المشكله كلها في اللعيبه. هي دي اللعيبه اللي سواريز قال عليه، قال لك احنا مش مجهزين ان احنا نكسب القاب. اللعيبه كلها، ويا ريت لجنه الكوره تكون شايفه الكلام ده كله. وكل النهارده كولر قال لك النادي الاهلي يستحق لعيبه افضل من وصفقات قويه، ويستحق ان قال لك ان المهاجمين انا عندي، انا عمال اجرب وقلت هجرب بيرسي تاو، جاب جونين واتصاب. نشوف انت 3 يناير الدنيا هتحصل فيها ايه. ويا ريت لجنه الكوره تكون بتتابع زينا من الماتشات بتاعه الاهلي وحرقه الدم اللي جمهور الاهلي بيتحرق فيها. ومش عارف الواحد يقول ايه صراحه يعني. السلام عليكم.